ازاي البنت تفرح في مصر؟ اول الطرق اللي بترجع ليها البنت هي الاكل. اول ما بتتخنق بتاكل، تكتئب تروح قايمه واكله وبتبدا تاكل بكميات فظيعه. مش بتاكل بالسندوتش، بتاكل بالدسته، كونتينر بطاطس جنب السندوتش مش باكت بطاطس. تبدا تاكل وتبدا تكتئب، تاكل تزعل تكتئب. هي دوامه مع الزمن كده ماشيه، تكتئب تاكل تزعل تتخن تزعل تاني تاكل وتزعل وتتخن وهكذا لحد ما مؤشر الميزان يجيب اخر الطرقه ويبدا يظهر حمل في الجناب هنا، فتكتئب اكتر بقى وتاكل تاني. غبيه بتاكل تاني بقى. الحاجه التانيه اللي بتفرح البنت هو اللبس والشوبينج، تنزل كده تفك عن نفسها وتتروق. مش بتنزلي ما بتلاقيش مقاسك، لا انت ما بتلاقيش بروفا مقاسك تقيسي فيها اساسا، وتبداي تلاحظي بروز غريبه كده، بروز ما كانتش موجوده في مرايه البيت. دايما مرايات محلات اللبس تبين بروز مش مفهومه، تقولي لا المرايه دي فيها حاجه غلط، انا بروزي مش كده، انا بروزي مش كده، لا تبداي تشكي في كل حاجه، هتخشي في حاله كده من الشك فبترجعي مكتئبه تاني. فهوب بقى بتقرري تنتقمي بقى، هوب تجيبي ترنج وانا نازله الجيم، تجيبي الترنج والكولون بتاعك وتعملي لي فيها ساميه علوبه وتنزلي الجيم، وتقعدي تعملي فولو للبنات اللي بتنام وهي فاتحه حوض دي، وانت يا حبه عيني مع اول تمرين رجل هوب انزلاق غضروفي، هتقعدي تقضيها سكواتس لحد ما يجيلك تقوس. في الاخر في مسيرتك في الجيم هي كلها على بعض اسبوعين هتنتهي مع اول صينيه بشاميل امك هتعملها، وهترجعي تكتئبي تاني، فتفقدي الامل في الحياه وتفقدي الامل في نفسك اساسا. خلاص بقى انا هدور على العدلي، اكيد الحب هو اللي هيعوضني، اكيد هلاقي شخص يحبني واحبه، شخص يبص للي في نفسي مش يبص للي في سكواتسي. وتبداي تدوري على فتى احلامك، لان طول النهار اساسا بتتفرجي على اعلام فيه احمد حاتم واسر ياسين، كل الاوبشنز اللي قدامك سيد طلبيه واحمد بطوطه. لازم تكتئبي، مش هتفرحي برضه.